صدقني الدنيا بسيطة، بس انت اللي شايف من منظور تاني، شايف ان انت متأخر، شايف انك مش هتعرف تبدأ ومش عارف هتعمل ايه، شايف انك تايه. الشيطان مكركب لك الدنيا عشان يخلي الانسان فاشل. ممكن حد يجي يقول لي دلوقتي طب انا افرض ذاكرت وعملت اللي عليا وبدأت من دلوقتي ولكن فشلت اخر السنة وما جبتش مجموع. عدى 6 شهور من ثانوية عامة واحنا لسه واقفين مكاننا، ما نعرفش احنا رايحين فين وجايين منين. عدى 6 شهور ازاي وامتى؟ ما اعرفش. انت لسه كنت بتحجز دروس امبارح، هتاخد سنتر ولا اونلاين؟ فجأة بقينا في شهر واحد، عدى اسبوع منه واوريدي الامتحان في شهر 6، يعني لسه 2 و3 و4 و5، 4 شهور وشهر واحد وخلاص هتلاقي بكرة الامتحان. الموضوع صعب جدا، وعارفه بحاله التوهان اللي عندك دلوقتي والتشتت والتراكمات وانك ما بداتش وماده ضعيف فيها، طب اجيب مجموع اخر السنه، طب الماده الفلانيه انا ضعيف فيها هذاكرها ازاي. كل الحاجات دي هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، عاوزين نوصل 10,000 مشترك. ويلا نشوف الفيديو. اول فئه هنتكلم معاها في الفيديو بتاع النهارده وهي الفئه المراكمه. سواء بقى طالب مراكم في كل المواد وما يعرفش عنها حاجه، او مراكم في ماده معينه وما بدأهاش وبيفكر يأجل السنه بسبب الماده دي او يأجلها للسنه الجايه، او طالب لسه ما بدأش خالص وخلاص مفيش حل قدامه غير انه يأجل السنه. وطبعا بيجي في دماغه ان اللي بدأ من اول السنه، واللي بدأ من شهر 8 مش هيتساوي باللي بدأ من شهر 1. وطبيعي اي حد في سنكو او في ثانويه عامه في الاسترس والضغط اللي عليه هيفكر نفس التفكير. ان انا مثلا حد بادئ من 5 شهور، انا لو بدات دلوقتي مذاكره هلحق؟ فاكيد لا. طبعا الراي ده والكلام بتاعك ده هناخده ونرميه في الباسكت. ليه بقى؟ لان انت معاك وقت، وانا والله ما جاي اديك كلام موتيفيشن احفزك علشان تروح تذاكر وتاكل الكتاب والكلام ده كله. لا، انا بكلمك من الواقع اللي انا عايشاه بجد. انت معاك وقت تلم المنهج اللي اتشرح ده كله. طب ازاي؟ طب ده خلصوا الترم الاول وانا لسه ما بداتش. هقولك دلوقتي في معسكرات وفي ورش لكل ماده بتعمل على الترم الاول كله. طب هي هتكون بكفاءه اللي اتشرح من اول السنه والحصص والمحاضرات؟ اكيد لا. بس انت واحد مراكم مراكم الماده كلها ما تعرفش فيها اي حاجه، او مثلا ما بداتش من اول السنه، هتلم معاك جامد جدا جدا وهتخليك عارف المنهج كله. طب ودلوقتي انا مثلا عايزه اجيب مجموع اخر السنه، ما انا حتى لو بدات انا مش عايزه اجيب اي مجموع كده، انا بفكر اجل علشان اجيب مجموع. ما انا اقول لك، احنا دلوقتي هناخد الورش دي في خلال شهر واحد اللي احنا فيه، بلس ان المدرسين هيدوكوا اسبوعين اجازه. الاسبوعين الاجازه دول انت هتذاكروا فيهم باقي المنهج في كل المواد. يعني مثلا سمعت ورشه عن التكاثر، حسيت انك لسه في اجزاء واقعه منك، هتشوفي الجزء اللي واقع عندك في التكاثر وتروح تسمع المحاضره بتاعته. مش هتسمع بقى كل الاجزاء. يعني مثلا الكورس بتاع التكاثر فيه 7 محاضرات، كل محاضره ساعتين 3. انت واقع مثلا في الجزء الاول من التكاثر في الانسان وما انتش فاهمه، مش مظبط لسه معاك، حسيت ان الورشه والمعسكر اللي الدكتور عامله مش قادر يلم كل حاجه، هتروح تسمع الجزء ده في المحاضره الفلانيه في الكورس كامل. انا مش هتروح تسمع الكورس كامل 7 حصص مثلا، كل حصه ساعتين 3، وحرفيا عندك مواد تانية وعندك دروس تانية. فاحنا عايزين ننجز وعايزين نلم المذاكره في اسرع وقت. طب دلوقتي انا لو عملت كده هقدر اجيب مجموع؟ اه تقدر تجيب مجموع. طب ما انا مش هكون بالكفاءه ومعرفش ايه. ما احنا لسه هنرجع على المنهج تاني في المراجعه النهائيه. المراجعه النهائيه انت هتخلص الترم التاني في نص 3 او في اول 4، يعني اقصى حاجه هتخلصه في اول 4 اصلا. ومن اول 4 بقى شهر 4 و5 هتراجعوا فيهم على المنهج كله. وصدقني الشهرين دول هيلموا معاك جامد، هيجيبوا لك كل الاسئله اللي على المنهج كله. لو ما تعرفش كلمه في المنهج حرفيا شهر 4 و5 لو واخد ريفيجن سريعه كده زي اللي انا قلت لك عليها، تسمع معسكرات وورش والكلام ده، هتخش المراجعات النهائيه ان شاء الله عارف كل حاجه، عارف اغلب المنهج بيتكلم عن ايه، عارف معظم الافكار. لان الورش والمعسكرات برضو بيحل فيهم حوالي 300 400 سؤال في كل شابتر، فحرفيا كل الافكار هتكون في دماغك. ما تقلقش من الحته دي. فانت كل اللي هتعمله ان شاء الله دلوقتي هتجيب كل ماده، تشوف ايه التراكمات اللي عندك، بدأت ما بدأتش، هتكتب كل التراكمات. انا ما بدأتش مثلا احياء يا مريم خالص، ما اعرفش فيها حاجه، او انجليش مثلا بتراكم عليا 6 يونتس، هتروح تسمع اي حد بيشرح بتفهم منه وبترتاح معاه. ولو بتاخد سنتر وقفه، يعني انت لو بتاخد سنتر وقف السنتر، لان السنتر ده اكبر حاجه تضيعك. مش هيشرح لك من الاول، مش هيعمل لك ورش، لو عمل لك مراجعه يعمل لك مراجعه مثلا في يوم، ومش هتكون كافيه زي المعسكرات والورش الاونلاين. ولازم تعتمد على نفسك. يعني صدقني انت لو معرفتش تعتمد على نفسك وتكون قد المسؤوليه مش هتعرف تجيب مجموع اخر السنه.
لان اللي بيجيب مجموع اخر السنه ده توفيق من ربنا، رقم واحد توفيق من ربنا. وبجد محدش بيجيب مجموع غير اللي ربنا موفقه واللي ربنا عاوزه يكون كويس. انت لو مقطع نفسك مذاكره من شهر 8 اللي فات ولكن علاقتك بربنا مش كويسه، او مثلا مش كويس، مش بتصلي، ممكن ما تجيبش مجموع. ممكن واحد لسه بيبدأ في شهر واحد دلوقتي ولكن تاب لربنا، صلى ركعتين توبة لربنا انه ندمان على ال5 شهور اللي عدوا، وانه بجد عايز يبدأ وعايز يفرح اهله. فاول حاجة هو تاب لربنا، خلى نيته خالصة لله انه يرفع المسلمين والأمة الإسلامية بالعلم ده، وان ربنا امرنا بالعلم، فانا بتعلم يا رب علشان انت امرتني بالعلم. رقم واحد. رقم 2 بر الوالدين، انت عايز تفرح اهلك، فانت لو ذاكرت بنية انك اول حاجة ترضي ربنا، رقم 2 بر الوالدين، ان شاء الله ربنا يوفقك وتجيب مجموع اخر السنة. انت لسه قدامك 5 شهور ونص تعرف تعمل فيهم كل حاجة، والله تعرف تذاكر المنهج مرة واتنين. وصدقني هتاخد اسبوعين اجازة، اللي انا قلت لك عليهم دول هيلموا معاك جامد، هيلموا معاك في كل الاجزاء اللي انت واقع فيها في اي مادة، هتقدر تلمهم في الاسبوعين دول. انت قدامك حاجة ايه دلوقتي؟ مش هعرف الم وما اعرفش ايه، عندك معسكرات ورش تلم كل حاجه، وعندك مراجعات على طول المدرسين هيعملوها هتلم كل حاجه. انت لو قدرت بس في شهر واحد، انت في شهر واحد ده لازم تكون عارف كل الترم الاول، يعني مش لازم تكون عارفه صم، انت لو ما بداتش تكون بس واخد فكرة عنه، عارف كل المنهج بيتكلم عن ايه، الفكرة الفلانية في الدرس الفلاني، الجزء ده كان في الدرس التاني ومعرفش في الفصل التالت، تكون عارف كل الحاجات دي هتلم معاك. طب واقدر اعملها؟ تقدر تعملها، والله تقدر تعملها، مش صعب. احنا عندنا في الكلية محتوى اكبر من ثانوية عامة بكتير جدا جدا جدا، والله في شهر الامتحانات احنا بنلم المنهج كله، شهر الامتحانات احنا بنلم منهج ضعف ثانوية عامة وبنمتحن فيه والحمد لله بنجيب جريد كويسة. دلوقتي في ثانوية عامة قدامك الفرصة، ما تضيعهاش، ابدأ توكل على الله، صلي على علاقتك بربنا، صلي صلي صلي. رقم واحد علشان تنجح في حياتك الصلاة، من صلحت صلاته صلحت سائر أعماله. انت لو صليت وعلاقتك بربنا كويسة هيوفقك في حياتك والله، وكل حاجة تبقى ميسرة. ادعي ربنا انه يوفقك، ادعي ربنا يخلي لك بركة في وقتك، ادعي ربنا انك تعرف تحل، ادعي ان انت تعرف تحل بسرعة وتفهم بسرعة، والمعلومات اللي بتحفظها دلوقتي تفضل فاكرها لآخر السنة. صدقني الدنيا بسيطة، بس انت اللي شايف من منظور تاني، شايف ان انت متأخر، شايف انك مش هتعرف تبدأ، مش عارف هتعمل ايه، شايف انك تايه. الشيطان مكركب لك الدنيا عشان يخلي الانسان فاشل، ولكن انت ان شاء الله تقدر تجيب مجموع وتقدر تذاكر. ممكن حد يجي يقول لي دلوقتي طب انا افرض ذاكرت وعملت اللي عليا وبدأت من دلوقتي ولكن فشلت اخر السنة وما جبتش مجموع. بص انا هفكرك حاجة بيني وبينك كده، يعني محدش يعرفها. انت دلوقتي مش رائد فضاء ولا احمد زويل، انت اوريدي دلوقتي انسان فاشل، ما تعرفش اي حاجه عن المنهج، من امتحانات ثانويه عامه ما تعرفش تحل عنها اي حاجه، الفصل الاول في كل ماده انت ما تعرفش تحل عليه، فانت اوريدي انسان فاشل. وصدقني كلامي قاسي انا عارفه، ولكن بفوقك. انت دلوقتي خايف تبدا ليه؟ خايف تفشل، خايف من الفشل ليه؟ ما انت اوريدي فاشل. فابدأ من دلوقتي وحاول عشان اخر السنة ما ترجعش تندم انك ما حاولتش. صدقني انت لو حاولت ضميرك هيكون مرتاح شوية حتى لو ما جبتش المجموع اللي انت عايزه، بس انا حاولت، انا عملت اللي عليا، ده كل اللي اقدر اعمله. انما لو ما حاولتش ضميرك هيفضل يأنبك طول حياتك، مش بس فترة السنة ولا 2 اللي بعد ثانوية عامة، لا انت طول حياتك. كنت ذاكرت في ثانوية عامة كان زماني في المكان الفلاني، لو كنت ذاكرت في ثانوية عامة كان زماني بعمل الحاجة الفلانية وعايش حلم الفلاني. انما لو ذاكرت لا، هتقول ان انت فقت في ثانوية عامة في فترة معينة وبدأت تذاكر، ولكن ما حصلش نصيب انك تدخل حاجة اللي انت عايزها عشان دي مش خير ليك، وهتحاول تقتنع بيها وربنا هيلهمك الصبر ان الحاجة دي ما كانتش خير ليك، وهيوفقك في حاجة تانية تكون هي الكويسة ليك. فصدقني حاول من دلوقتي وما تفكرش انك هتفشل، يعني ما تحطش اوبشن انك هتفشل، انت تنجح لا تنجح بس. فمن دلوقتي ابعد عن حوار التأجيل ده تماما، ما تفكرش فيه، ما تفكرش فيه مثلا غير لو الامتحان الاسبوع الجاي، يعني خلاص بقى اجل. انما دلوقتي انت لسه معاك 4 شهور وشهر واحد، يعني معاك 5 شهور ونص، 6 يعني معاك 5 شهور ونص. صدقني فترة كافية جدا جدا انك تلم المنهج، تلمه مرة في شهر واحد الترم الاول كله، وبعده هتبدأ الترم التاني مع المدرسين في شهر 2 او في نص 2، وحوالي شهر ونص هتاخد فيهم الترم التاني تمشي مع المدرسين واحدة واحدة. هتبدأ مراجعة نهائية، هتراجع الترم الأول والترم التاني تاني كذا مرة، يعني بيراجعوا في المراجعة النهائية تقريبا مرتين أو حاجة. فصدقني انت من دلوقتي تبقى مراجع المنهج 4 مرات، هتجيب مجموع آخر السنة. ما فيش قدامك اوبشن اصلا انك تأجل او مثلا ما تجيبش مجموع. استعين بالله، ابدأ ذاكر، اعمل اللي عليك، هتجيب مجموع آخر السنة. انا محور ان انا اجل وان انا مش هجيب وان انا مش هوصل،
يعني دي حاجة الناس الفاشلة، الناس اللي هي اصلا مش قادرة المسؤولية، مش هتعرف تجيب مجموع. ما اعرفش والله حد واحد اجل وجاب مجموع اخر السنة. فنصيحتي ليك ما تأجلش، نصيحتي ليك انك تبدأ وتتوكل على ربنا وتصلي وتصلح علاقتك بربنا وتبدأ تذاكر، وان شاء الله ربنا هيوفقك وهتجيب مجموع اخر السنة. اعتقد دلوقتي ان احنا وصلنا لنهاية الفيديو، دول الكلمتين اللي أنا كنت محتاجة اقولها لكم الفترة دي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.